بعيداً عن تعقيدات الحياة، هنا راح تشوف البساطة والجمال مخلوطة وصايرة أهوار. برنامج رحلة ذي قار وصل الهور الحمار، راح يشوفكم كل التفاصيل اللي تحبون تشوفوها. أنا محمد الشمري وهذا برنامج هور الحمار. ليش سموه حمار؟ يقولون قبل كانت قوافل الحمير تفوت منه، لهذا السبب سموه هور الحمار. والبعض يقول القصب من يتغير لونه يصير لونه مائل إلى الحمار، لهذا السبب سموه هور الحمار. من قبل 1300 سنة وبعد سقوط الدولة العباسية ودخول المغول والتتار والفرس والأتراك، ودام تسلطهم ما يقارب 600 سنة، لهذا خلاهم يسكنون بالمدن وما اجوا وعاشوا بالأهوار. وهذا من حسن حظ الأهوار لأن بيئتهم قاسية وغريبة عليهم، فلهذا السبب بقت الأهوار محافظة على أصالتها وعروبتها. يعني من قبل 5000 سنة هواي أكو عادات وكلمات تداول إلى الآن، مثل كلمة شاه، هذه كلمة سومرية، أو كلمة ماكو كذلك كلمة سومرية، أو كلمة كش يعني وخر منه. مسحوفنا بر الها الماطور يسبق المشي الماطور كيفين ماخذنا الفرح واليوم صيدتنا طيور كيفين ماخذنا الفرح واليوم صيدتنا طيور. هنا العالم تعيش على تربية الحيوانات وبالتحديد الجمس، ويسمونه الشفج. ما سامع يقولون شفج مال الذواب؟ والصغير اسمه الحشو. الجمس هنا سيد الموقف، يطلعون من عنده جيمر العرب والروبة والجبن والدهن الحر الأبيض. والله يعيشون على السمكة وعلى الحلال، تربية الحلال. ها شغلت المايه راحت هسه عايشة بالضبط، عايشة على الحلال. اي بس. والله. زين سيد، الأكلات اللي مشهورة هنا بالأهوار اي سولف لنا عنها. احنا الشوي اي هسه، نعم. والطبق اها. اي، والقلي اي نعم. والمرقة السمك. مرقة السمك. اي حلو. كلها ترغب. والمصموطة؟ المصموطة بعد هاي فوق الفوق بس يابسة. بعد جارية رهيب ويحضر الخيال، تراديغ على جرفة وتزهب العمال، اللي ذب بشط قبل يترس له 3 سلال، بس بانه عجد ما بيه سنتي. الله الله. سيسنا وهويريت تمشي براحة، أو كل ما تصد لي مني تاخذ راحة، ديرة وجهها علي ديرة رحة، تطحني وعلى البرد ظل الطشر. ثانيا الناس يعني تعرف بس هور الشبايش، ما تعرف هور الحمار. لا هور الحمار مذكور حتى يعني بالتاريخ. هور الحمار هور كبير إيه؟ كلش كبير، وبي مساحة حلوة. طبعا المدينة جدا جميلة وناسها طيبين. يعني أنصح الكل يجي ويزور هاي المدينة. طبعا راح تلقون السيد هنا ياخذكم اهلا وسهلا، يفركم كل الأماكن الجميلة. ان شاء الله. وهذا الجسر اللي تشوفونه وراي طوله كيلومتر، يطر الهور من الطول للطول. الصراحة أتمنى ما تخلص الحلقة، بس مجبورين أشوفكم بحلقات جديدة من برنامج رحلة ذي قار. في مان الله.